هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم طيبين، جمعة مباركة عليكم. طبعا حبيت اشارككم الفيديو مثل ما تشوفون يا بنات. خبزنا روتين يعني يوم الجمعة. سويت دولمة. هنا أنا بلشت بعد ما خبزت، ما حبيت أطول المقطع عليكم. بلشت بالخبز، قسمته قسمين وخليته بالأكياس، كل كيس بكم يعني كمية يعني حسب انتو شقد تحبون تخلون. عادي، أهم شي لا تخلوه كله سويه كيس واحد حتى لا يعجن عندكم من تيجي تطلعوه من الفريز. مثل ما تشوفون يا بناتي هنا خليت كمية بهذا الكيس وبعدين كملت الكمية الثانية. مشاهدة ممتعة لكم بنات. صلوا على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا عجبكم المقطع حبايبي خلوا لايك واشتراك، فدوه حتى نستمر ننزل لكم مقاطع جميلة. طبعا هم سويت دولمة بس ما صورت لكم الطريقة، عندي موجودة بالقناة قبل يعني سويتها وضفتها. بس هنا يعني شي سريع صورت لكم شي بسيط من اليوم، يعني يوم الجمعة وروتيني مثل ما تشوفون يا بنات. هاي هنا من خلصناها لفيناها بهاي الطريقة. سهمكم العافية. إذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك. مشاهدة ممتعة، واكتبوا لي من أي بلد انتوا تتابعوني. أهلا وسهلا بالجميع. طبعا هنا يا بنات قلبت الجدر مال الدولمة مثل ما تشوفون بهاي الطريقة. حبيت أراويكم، وهاي كانت النتيجة هيجي مثل ما تشوفون. هاي النتيجة. سهمكم العافية يا بنات. أهلا وسهلا بيكم. شكرا جزيلا على التعليقات اللي تكتبوا لي إياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا عجبتكم الدولمة يا بنات اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا هنا خليت لهم هذا أكثر شي مدبس وخضروات يعني مثل ما تشوفون. هاي الطريقة بسيطة. طبعا احنا هاي هيجي نقدمها. طبعا سوينا لهم لبن هم مثل ما تشوفون. هاي الطريقة قدمنا لهم اياه. اهلا وسهلا حبايب. تحبون انتو يا بنات اكتبوا لي بالتعليقات انزل لكم طرق عن الاكلات او يعني حياة اليوم الريفية، جزيرة، شنو انتو تحبون اكتبوا لي بالتعليقات مستمرين حتى انزل لكم مقاطع جديدة. اهلا وسهلا بالجميع. مشاهدة ممتعة. لايك واشتراك فضلا وليس امرا.